الرحالة الإغريقي ديودور الصقلي قال لك إيه بقى يا سيدي؟ الفول طعام المصريين الأصيل. فيجي بقى الرحالة الفرنسي شارل ديدي يقول لك إن المصريين يستطيعون الصمود يوما كامل بسبب حفنة من الفول. كل دي مقولات وأكتر اتقالت على علاقة المصريين الأصيلة بالفول. البقوليات وتحديدا الفول كانت من أقدم وأشهر المحاصيل الزراعية اللي اعتمد عليها المصريين القدماء في غذائهم، وتفننوا في طرق طهيها وعملوا بيها وصفات كتير جدا. فما تستغربش لما تلاقي الأحفاد لحد دلوقتي بيتفننوا في طرق جديدة لعمايل طبق الفول، وبيوحشهم طبق الفول. دي جينات يا ابني بتجري في دمك من آلاف السنين. قاتل الله القولون يا أخي. كان زمان الواحد ما بياكلش غير طبق الفول. الفول تحديدا عرف في العصور المصرية القديمة الأولى، وكان بيقدم كقرابين للموتى، ومذكور بأسامي كتير جدا، وكمان ذكر في برديات طبية. ومن كتر عشق المصريين القدماء للفول عملوا منه وصفات كتيرة جدا، كان من ضمنها البصارة اللي اسمها باللغة القبطية بيسي أورو أو الفول المطبوخ، وطبعا الطعمية أو الفلافل اللي هي ذات الفول الكثير. وعملوا بقى فتة الفول النابت، ويا سيدي بدع زي ما تحب في الفول. الفول الراعي الرسمي للسحور المصري. ويا سلام لو جيت على الفطار كده وعملت لك طبق صغير جنب الاكل. ناس كتير بقت بتستسهل وتجيب الفول جاهز، بس انا المره دي هقول لكم ازاي تدمسوا الفول في البيت بطريقه سهله جدا، وكمان هقول لكم وصفتين لطريقتين لعمل الفول هتاكلوا صوابعكم وراها. ازاي بندمس الفول في البيت؟ اول حاجه هننقع كوبايتين من الفول، ومعاهم نص كوبايه من الفول المدشوش او من الحمص. الحته دي اختياريه جدا. هنسيبهم منقوعين تقريبا 12 ساعه، يعني احنا بننقعه من 10 الصبح ونحطه يستوي 10 بالليل. نقعنا الفول خلاص، هنرمي ميه النقع وناخد الفول بالحمص او بالفول المدشوش ونحطه في الدماسه. هنحط عليه ميه بزياده شويه، يعني نغمره في الميه. لا مش هنحط اي حاجه اكتر من اللي قلته لكم ده. هنغطي عليه ونحطه على نار عاليه نسبيا لحد لما يبتدي يغلي. اول ما يغلي هنوطي النار قوي، ويستحسن نحط تحتيه شياطه. سيبوا بقى الفول ياخد ويدي بشكل ودي، نقول لحد تاني يوم الصبح. فرضنا الميه قلت في الفول، الميه لازم تبقى مغطيه الفول بزياده. هنجيب ميه مغليه ونزودها على الفول. اوعي تزودي ميه ساقعه، الميه الساقعه هتخلي الفول يسود. تصحي الصبح بقى يا ست الكل عندك دماسه فول بيتي زي السكر، ولونه فاتح وجميل. وما تقلقيش، طول ما انت موطيه النار قوي وحاطه الشياطه، الفول مش هيتنقص منه الميه خالص لحد الصبح. نيجي بقى نعمل طبق فول بالسلطه. الاول هتجيبي الخضار بتاع السلطه. انا بحط بصل او بصل اخضر وطماطم وفلفل وخيار، بقطعهم صغير قوي في قلب الطبق اللي هقدم فيه. بعدين بجيب الفول بتاعي بحطه على النار وبعصر عليه كميه ليمون محترمه، يبقى المزازه باينه كده، وتحطي الملح اللي انت شايفاه مناسب وشويه طحينه، وتهرسيه كويس قوي قوي، وما تخليش الميه اللي فيه تنشف، خليه طري شويه. خلاص عملنا الفول، هندلقه فوق السلطه ونقلبه بالسلطه دي، وندلق عليه الزيت، وبألف هنا وشفا. طريقه تانية لطبق فول انا خدتها من ماما، انا معرفش اسم الفول ده ايه. هنجيب بصله صغيره كده ونقطعها مكعبات صغيره، ونحط في طاسه شويه زيت ونحط البصله فيها ونقلبها لحد يا دوبك ما لونها يصفر وريحتها تطلع. ادلقي فوقيها كميه الفول المناسبه ليكي، وقلبيها مع البصله لحد ما ريحتهم كده ايه تطلع مع بعضينا في النغاشيش. هتضربي طماطمايه واحده في الخلاط وعليها معلقه صلصه، وتقلبي الخليط ده فوق الفول بالبصل، وتبتدي تقلبيه وتسيبيه لحد لما يتسبك، وتحطي له شويه ملح وشويه فلفل اسود. احنا في بيتنا بنسميه فول بالصلصه، انا معرفش عندكم اسمه ايه. نقمر بقى رغيفين العيش البلدي ونضرب طبقين الفول دولت، وبألف هنا وشفا. في عندكم بقى فول بالسمنه، في عندكم فول بالزبده، وفي فول بالمرتة. جربوا بقى الفول بالطريقتين دول وقولوا لي انتوا بتعملوا الفول ازاي في البيت. واستنوني مع وصفه جديده وحكايه جديده علشان نقول ان الاكل اصله مصري.